يا رب تكونوا بخير. طبعا انا جايه بعد غياب طويل شويه، بس انا قررت ان انا ارجع تاني لقناه اليوتيوب، وان انا ارجع لكم بافكار كتير قوي. ان شاء الله تفيدكم، بس طبعا شجعوني عشان اكمل. الفيديو بتاع النهارده زي ما انتم شايفين السوشيال ميديا كله مقلوب على فكره ان احنا بنعمل بلان للسنه الجديده، وان احنا لازم بقى نودع 2024 ونفكر في 2025، ويا ترى ايه هي الافكار، او يا ترى ايه هي البلان بتاعتنا بتاعت السنه الجديده. وهو ده موضوعنا النهارده. كل واحد فينا ليه الخطه المناسبه اللي هو اوريدي بينفذها وبيعملها كل سنه، وعلشان كده انا عايزه اقول لك ان مفيش حد صح وحد غلط. في حد جرب معينه وظبطت معاه جدا، وحد تاني لا. ف... فمش عيب ان انت تلاقي مثلا حد عنده خطه مختلفه عن التاني، او مثلا ده يكون خطته صح وده خطته غلط. لا خالص، ملهاش علاقه. بس كل واحد بيجرب طريقه معينه وبالتالي بينفذها او بيقولها عشان هو شايف ان دي انسب طريقه. انت ممكن تتفرج على الفيديو ده وتشوف الطريقه، ولو كانت هي اوريدي مناسبه معاك نفذها، ولو يعني ما كانتش مناسبه معاك خلاص، يعني اعتبر ان انت ما سمعتش اي حاجه. نيجي بقى للخطه بتاعتنا. اول حاجه انك عشان تبتدي اي بلان انت بتكون بتحدد اهدافك. انا عايزه مثلا اعمل ايه خلال السنه دي، فابتدي اقسم الاهداف دي لاجزاء او عناصر اساسيه. زي ايه؟ مثلا ان انا عايزه في جزء روحي عايزه اطوره، عايزه مثلا جزء صحي، جزء عملي في شغلي او في دراستي، مثلا عندي جزء له علاقه بتنميه المهارات او ان انا اطور من نفسي، وهكذا. ان انا بقسم الاهداف لاجزاء اساسيه يعني تكون واضحه جدا. اوكي، بعد ما انا احدد الاهداف بتاعتي ابتدي بقى ان انا اقسم الخطه بتاعتي للاهداف دي. انا مثلا بالنسبه لاول هدف مثلا سي الهدف الروحي، ان انا عايز انتظم على الصلاه. فانا عشان انتظم على الصلاه مثلا لازم اعمل الارم مع كل صلاه مثلا سي علشان افتكر او ما اضيعش الصلاه عليا. تمام، فدي اول بوينت. مثلا الصحي ان انا همشي ربع ساعه كل يوم، يعني هلتزم على ده. فانا كده وضحت انا عايز اعمل ايه في كل حاجه. فانا هقسم السنه كوارترات. انا كده السنه 4 كوارترات. بعد ما حددت، او يعني انا خلاص اوريدي اهداف. ثانيا انا عملت خلاص قسمت السنه، ببتدي اخد البلان تصغر شويه. اخلي البلان بتاعتي بدل ما تكون على السنه بشكل تكون على اول اكتب. عايز احدد، يعني احدد كده كل هدف انا اعمل ايه في ال3 شهور دول بس بالذات. يعني زي مثلا انا في تنميه المهارات، او ان انا عايزه اطور من نفسي في اول 3 شهور. ابتدي احدد انا في ال3 شهور دول انا عايز اكون مثلا خدت انترنشيب في حاجه معينه، اخد كورس يطورني في جزء من الحاجه اللي انا عايزه اخر السنه اكون شاطره فيها، وهكذا. فانا صغرت الهدف، بدل ما هو كان كبير قوي يكون اصغر شويه. تمام. طيب سي انا خلصت برضه الكوارتر، ابتدي بقى اصور البلان بتاعتي اكتر. ده هيخليني افوكس اكتر وابتدي امشي على ستيبس اصغر، فالموضوع يكون ابسط. اجي بقى اخر السنه الاقي نفسي اوريدي انا فعلا حققت الهدف اللي انا بدايه السنه كنت عايزه اعمله، ومن غير ما تحس لانك منظم اكتر. صورنا بقى البلان بتاعتنا، فبدل ما كانت 3 شهور نبتدي نركز في شهر. همسك برضو ورقه وقلم واكتب كده انا في اول شهر هبتدي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، واكون منظم وما احطش حاجات كتير في الشهر علشان كمان ما تضغطش. طول ما انت سبيسيفيك قوي في الهدف بتاعك وواضح جدا، حتى وانت بتكتب البلان بتاعتك انت مش هتقول انا عايزه اكون ناجح بس، او ناجح في حاجه معينه بس. لا، ناجح كذا فتره كده، هدف واضح جدا مش بلس هتحط فتره زمنيه، لانك مثلا خلال الشهر ده هكون حققت كذا وهكون عملت كذا، وفي نفس الوقت ان هو يكون قابل ان انت تحققه. يعني ما تقولش برضه انا عايز احقق مليون متابع وانت لسه اصلا بادئ، يعني ده مش معقول. فخليك منظم سبيسيفيك قوي وتكون واقعي. اوكي، فاحنا
اوريدي وصلنا للشهر بتاعنا، فيلا بينا نكتب البلان بتاعتنا احنا عايزين نعمل ايه خلال الشهر. بعد ما خلصنا البلان بتاعتنا على مدار الشهر، نبتدي بقى مع بدايه السنه. انا الاسبوع ده خليك عندك كل ويك اند تكتب البلان بتاع الاسبوع كله، يعني علشان تكون عارف انت في الاسبوع ده كله عايز تكون بتعمل ايه، عايز تكون وصلت لايه. هتقولي مثلا طيب وانا ممكن يحصل لي اي ظروف تخليني اتعطل. هتقولي مثلا انك ممكن يحصل لك اي ظروف خلال الاسبوع اللي انت اوريدي حددت فيه مهام معينه، فبالتالي مش هتحققها او مش هتعملها. هقول لك ان انت معاك حق جدا، بس يا ترى الظروف دي هتحصل لك كل مره؟ يعني كل اسبوع هتحط بلانز هيحصل فيها نفس الظروف او هيحصل فيها نفس الظروف دي؟ اكيد لا. يا عم هقول لك ان اوكي حصل ظروف وانت اتعرضت ان انت ما نفذتش كل اللي انت كتبته في البلان بتاعتك او في التو دو ليست بتاعتك، على الاقل هتكون حققت زي حوالي 70%. فدي نسبه كويسه جدا، بدل ما تكون ما عملتش كل ده ولا كتبت اي اهداف وفي الاخر انت مش هتكون حققت حاجه. فهل ان انت ما تكونش حققت حاجه خالص ده افضل، ولا ان انت تكون كتبت حددت وفي الاخر نفذت حوالي 70%؟ زائد ان زي ما قلت لك انت مش كل اسبوع هيحصل معاك نفس الظروف، فبلاش تقلق. تمام؟ يعني مثلا انا من الاهداف بتاعتي في السنه الجديده ان انا هطور التصميم. بالتالي المشكله اللي اكيد بتواجهوها دلوقتي هو السوق، بس قررت ان انا هبتدي. اول ما خلاص وانا ببتدي دلوقتي لقيت ان في مشكله في السوق، فمش هقدر احلها دلوقتي. بس بدل ما اعطل نفسي واقول هستنى لما اظبط السوق، انا قررت اني هبتدي وان شاء الله انتوا هتشجعوني ان انا اكمل، فبالتالي هظبط الصوت والاضاءه اكتر من كده. يا بقى بعد ما انت عملت البلان الاسبوعيه خلاص انت بتنفذها، انت اوريدي بتيجي كل يوم تتابع بقى ايه الحاجات اللي انت اوريدي كتبتها في اول يوم، فلازم تكون بتعملها النهارده عشان تكون بقى فوكس اكتر في اليوم. يعني انت ظبطت يومك وعرفت نرجع بقى لفكره بعد ما احنا خلاص خلصنا البلان بتاعتنا بتاعت الاسبوع، نبتدي بقى نرجع لكل يوم انا حددت ايه الاهداف اللي هعملها النهارده علشان اكون افوكس اكتر في النهارده، ما ركزش في الاسبوع كله سايح على بعضه، لا اكون مركز في النهارده اكتر. فطبعا انت بقى بتكون عامل تو دو ليست كاتب فيها الاهداف بتاعت النهارده بالوقت على قد ما تقدر. بس طبعا حاول ان البلان دي ما تكونش يعني كتيره زي ما احنا اتفقنا، بلس ان انت خلي فيه اريحيه في الوقت علشان ما تكونش ضاغط نفسك، عامل مثلا التاسك بتاع دلوقتي ودايركت بعدين التاسك اللي بعده، هتحس ان انت مخنوق. وده هنبقى نتكلم عنه في فيديوهات تانيه، بس انا بتكلم بشكل عام. اوكي؟ فانت النهارده ظبط كل يومك، بعد كل تاسك انت بتخلصه اتعلم عليه ان انت انجزته، عشان صدقني الموضوع هيكون فعلا بالنسبه لي حاسس ان انت انجزت حاجه فتدخل في اللي بعده هتكون مبسوط، ده هيكون حافز ليك. انا عايزه اقول لك مسج او اقول لك حاجه حطها في دماغك. لو عايز تنفذ كل الحاجات او الاهداف اللي انت كتبتها في البلان بتاعتك او عملتها في الفيجن بورد بتاعتك، اسال نفسك وانت كنت محقق اهدافك هتكون حاسس بايه؟ وقت هيعدي علينا كلنا، بس اللي بيفرق حد عن حد انه بيجي اخر السنه بيحس اوريدي ان هو عمل حاجه اللي هو كان نفسه ولا لا ما عملش اي حاجه. في ناس كتير دلوقتي بتيجي في الوقت ده وتشوف هي عملت ايه كل سنه، لما بتلاقيش ان هي انجزت اي حاجه بتندم. على فكره انا يمكن من الحاجات اللي ندمت عليها ان انا بادئه الشانل دي من فتره كبيره جدا، وكل فتره ببتدي وبوقف. بقول دلوقتي يعني انا لو كنت كملت من وقتها كان زماني حققت حاجات كتير. فمش مشكله، هنبتدي دلوقتي هنستمر مع بعض ايا كان هدفك بقى ايه، ما اختلاف اهدافنا لكن في الاخر ان شاء الله نحققها. فافتكر دايما ان لا، انت عايز تكون شخص مختلف، والسنه الجايه زي ما هتمر عليك هتمر على حد تاني، بس انت عايز تكون مختلف، مش عايز تكون زي اي حد تاني يعني. تمام؟ يعني لو الفيديو عجبكم
حاولوا تشيروه يمكن حد تاني يستفاد حتى لو واحد بس. اعملوا لي لايك، يعني شجعوني اكتر عشان استمر، اكيد ده هيفرق معايا جدا. اعملوا سبسكرايب عشان في فيديوز تانية وافكار كتير جدا. ادخلوا على الديسكربشن هتلاقوا لينك الانستجرام بتاعي والتيك توك. هنعمل حاجات مختلفة في كريسماس جاي، هنشوف فيديوز وحاجات موتيفيشن اكتر. فيلا بينا واستنوني كل اسبوع على